بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم كوكتيل صعيدي. هنتكلم النهاردة عن أسرع حيوانات في العالم. وفي مملكة الحيوان السرعة بتعني الفرق بين الحياة والموت، والحيوانات المفترسة بتستخدم سرعتها للتغلب على فرائسها، لكن في حيوانات بتستخدم السرعة للدفاع عن نفسها. أول حيوان معانا النهاردة هو الفهد، يطلق عليه الفهد الصياد أو الشيتا، ويعتبر الفهد من أسرع الحيوانات على وجه الأرض، من حيث تبلغ سرعته حوالي 120 كيلو متر في الساعة، وهو لا يستطيع الجري بهذه السرعة لفترة طويلة لأنه ليس من ذوي النفس الطويل، بس بيستخدم السرعة للصيد في اللحظة المناسبة، وممكن يوصل من 0 ل60 كيلو في الساعة في 3 ثواني. عشان كده الفريسة اللي هو بيلاحقها لازم تكون بتعرف تراوغ كويس وفي خطوات سريعة علشان تقدر تفادي السرعة الكبيرة للفهد. وبتعتبر الغزلان هي أهم وجبة للفهد. أما التركيب الجسماني للفهد، ولما نبص على الفهد من حيث التركيب هنلاقي حاجات عجيبة من صنع الخالق سبحانه وتعالى. أولا الجسم نحيل وخفيف، وده بيساعده على السرعة. رأس الفهد بيكون صغير، وذلك عشان يقاوم الهواء أثناء الجري. الأرجل طويلة ونحيلة، وده بيخليه كأنه بيطير في الهواء. الأنف كبير لدخول أكبر كمية من الأكسجين للجهاز التنفسي. في خطين أسودين بيساعدوا الفهد على امتصاص أشعة الشمس. والذيل طويل ومليء بالعضلات، وده بيقاوم سرعة الجسم في السرعات العالية والحفاظ على توازن الجسم. ولا نملك إلا أن نقول سبحان الخالق العظيم الذي لم يخلق شيئا عبثا. تاني حيوان معانا النهاردة اللي هو الغزال ذو القرون، بيعتبر تاني أسرع حيوان في العالم بعد الفهد، ويعيش في قارة أفريقيا وأجزاء من قارة آسيا، وتبلغ سرعته حوالي 96 كيلو متر، ويمتلك رئتين كبيرتين ويحتفظ بسرعته لمسافات طويلة بعكس الفهد. ويدعى بالحيوان الماراثوني لأن الغزال ذو القرون بيهاجر لمسافات بعيدة بتوصل ل 500 كيلو متر. التركيب الجسماني للغزال ذو القرون، أولا جلده بيكون شاحب لعكس أشعة الشمس. حوافره بتكون كبيرة للمساعدة على المشي على الرمال. الأنف بيكون واسع للسماح للدم بالتبريد في شبكة من الأوعية الدموية. الحيوان الثالث معانا النهاردة اللي هو البقر البري أو النو الأزرق، وهو حيوان من عائلة الظباء، ولكن رأسه بيشبه رأس الثور، ولديه لحية وقرون حادة بعكس الظباء العادي. وبيعيش في سهول وغابات أفريقيا، ويتغذى على النباتات، وتبلغ سرعته حوالي 88 كيلو متر في الساعة. ويصنف النو الأزرق من أسرع الحيوانات في العالم، ومن الصعب قتلها أو قتالها. أما التركيب الجسماني للنو الأزرق، الارتفاع 127 إلى 147 سم، والوزن 190 إلى 280 كيلو جرام للذكور، و120 إلى 180 كيلو جرام للإناث، ومدة الحمل حوالي 8 شهور. وفي خطوط عمودية داكنة على أجسامهم للمساعدة على إخفائهم في الظلام. وبيساعد الذيل الطويل على إبعاد الذباب والحشرات. والأرجل رشيقة تمكنه من الدفاع ضد المفترسات والهروب منه. الحيوان الرابع معانا النهاردة غزال السبرينج بوك، ويعرف أيضا بالقوفز، وبيتصنف من أسرع الحيوانات في العالم، وهو من الحيوانات آكلة العشب، وبيجري ويقفز في نفس الوقت. والقفز بيوصل إلى ارتفاع 4 متر، يعني ممكن في قفزة واحدة توصل 15 متر، وسرعته بتوصل ل 83 كيلو متر في الساعة. وبيعيش في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية.
وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اضغط على اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد.